واش نستثمر في الشقة ولا المحل التجاري؟ هذا التساؤل كيطرحه أغلبية المستثمرين مبتدئين في مجال العقار. الجواب عليه ماشي سهل كما كيعتقد البعض، لأن الاختيار ولا التفضيل بين الاستثمار في الشقة ولا المحل التجاري كيعتمد على مجموعة من العوامل. الهدف ديالك من الاستثمار، واش هدف بعيد ولا قريب؟ رأس مال مخصص للاستثمار، طبيعة السوق المحلي، وغادي نفصل في هذه العوامل ونعطي مقارنة بين الشقة والمحل ولي اقتراحات ديالي، ولكن هذا راه رأي خاص بيا وماشي دعوة صريحة باش تاخذوا تعملوا بالفكرة ديالي، حيت أي واحد والوضعية المالية ديالو وممكن ما تتفقوش معايا. لذلك ما تبخلوش علينا بآرائكم ومقترحاتكم، وما تنسوش ديروا متابعة باش يوصلكم الجديد. وغادي نتناولوا هذا الموضوع بذكر الجوانب السلبيه والايجابيه لكل استثمار. اولا الاستثمار في الشقه. الاستثمار في الشقه عنده ايجابيات كثيره حتى عيوب وسلبيات، وهنا غادي نهضروا عليهم بجوج بشكل مختصر على شكل عوارض وافكار فقط. مميزات وايجابيات الاستثمار في الشقه. الاستثمار في الشقه ما كيحتاجش راس مال كبير بحال الاستثمار في المحلات التجاريه. اختيار الشقه المناسبه للاستثمار ما كيحتاجش حتى هو درايه وخبره بحال المحل التجاري. الكراء السكني كيتخلص شهريا وبانتظام، خصوصا في المناطق اللي فيها طلب على السكن، وما كتحتاجش متابعه يوميه، بمعنى انك ما محتاجش يوميا تقابل وتضيع فيه الوقت ديالك. كراء طويل الامد بالنسبه للشقق كيعرفوا واحد الاستقرار في المعاملات وكيتاثر نسبيا بالازمات. قيمه الشقه ما كتنقصش بزاف الى مكريه مقارنه مع المحل التجاري. سهوله بيع الشقه حيت الطلب عليها في تزايد مستمر، بالخصوص الشقق الصغيره ومتوسطه المساحه. العيوب وسلبيات الاستثمار في الشقه. العائد الاستثماري ضعيف بزاف حيت قيمه الكراء الشهري مقابل ثمن الشقه ما كيحققش مردوديه كبيره، حيت في غالب كيكون بين 3 ولا 5% سنويا. وخا اغلبيه العامه كيعرفوه ويفهموه بالجواب على السؤال اللي كيقول شحال من عام خاصك تكري الشقه باش تمرض فلوسي. وخا هذا الفهم مردود عليه، ولكن ماشي وقته باش نفصلوا فيه، حيت غادي نهضر عليه في احدى الحلقات القادمه باذن الله. المصاريف الإضافية اللي كيتحملها المستثمر بحال مصاريف الصنديق، الصيانة، الضريبة على الدخل، الرسوم بحال الخدمات الجماعية، ضريبة النظافة إلى آخره، كتأثر على الربح الصافي. وخا يبان لكم بأنها نفس المصاريف اللي غادي يخلصها المستثمر في المحل التجاري، قل لك لا، حيت بعض المصاريف ما كيخلصهاش المالك في حالة المحل بحال الصيانة ورسم الخدمات الجماعية كتكون على عاتق المقتري. والاستثمار في الشقق ماشي مرن بزاف، بحيث الاستثمار السكني كيتصور ببطء وكيعطي مردوديه في الامد البعيد ماشي السريع. مفهوم اخر، الا كنتي مستثمر في محل تجاري ممكن في 5 سنوات تشري محل تجاري اقل من المحل اللي كنتي كاريه، وفي اضعف الاحوال تشري شقه. وباش تبان لكم الصوره نعطيو مثال بين شقه مكريه ب 2000 درهم ومحل تجاري مكري ب 7000 درهم فقط. هذه الاثمنه اللي قلت راه هي المتوسط اللي كاينه في السوق، ونديروا المصاريف تقريبا كتاخذ شهر من الكرا. يعني المدخول تاع الشقه في العام هو 22000 درهم مقابل 77000 درهم بالنسبه للمحل التجاري. ولا مرات 5 سنوات بلا ما نحسبوا ديك الزياده القانونيه ديال الكرا التجاري اللي هي 10% والسكنيه 8%، كيصبح المدخول ديال الشقه هو 11 مليون سنتيم. يعني ملي داز ديك 5 سنوات اللي قلت. والمحل التجاري كيعطينا 38 مليون ونص سنتيم. يعني بعد مرور 5 سنوات ممكن تشري شقه الا كنتي مستثمر في محل تجاري، عكس الا كنتي مستثمر في الشقه صعيب عليك تشري شقه ثانيه ولا محل تجاري. وغادي تلاحظوا بانه ما تسترقش للكراء اليومي، حيت عندي عليه تحفظ اخلاقي وقانوني بالرغم من العائد ديالو الكبير، واخا كاين اللي كيكري غير العائلات. ودابا غادي ننتقلوا للاستثمار في المحل او المحلات التجاريه. ثانيا الاستثمار في المحل التجاري. المميزات والايجابيات. كما درنا مع الشقه غادي نفصلوا مع المحل التجاري باختصار باش ما نبقاوش نعيدوا في الشرح. المحل التجاري عنده مميزات بحال مردوديه عاليه في الكراء ما بين 8 و 12% او اكثر في بعض الحالات حسب الموقع. المحل التجاري اللي مكري وفيه نشاط مزدهر كيرفع من قيمته السوقيه وغادي تطلب فيه الثمن وخا فيه الكراي، حيت السومه الكرائيه مرتفعه. الكراء التجاري يمكن يدوم سنوات طويله بشروط ثابته، وكتزيد في السومه الكرائيه كل 3 سنوات الى ما لا نهايه بنسبه 10%. وحتى الا ما كريتيش المحل التجاري ممكن تستغلو شخصيا
ودير فيه مشروع يدير عليك ربح شهري ولا يومي، عكس الشقه. المنازعات القضائيه بينك وبين المكتري كتدخل ضمن القانون التجاري ماشي المدني، وكتختص به المحاكم التجاريه اللي كتمتاز بالسرعه في الاجراءات ديالها، والاجال ديالها قصيره مقارنه مع المحاكم الابتدائيه اللي كتعرف واحد البطء والتعقيد، اللي مختصه بالمحاكم اللي مختصه بالشقق. الكراء المدني، كاين الكراء المدني هو ديال الشقق، والكراء التجاري ديال المحلات التجاريه. العيوب ديال الاستثمار في المحل التجاري: كيعرف الاستثمار في المحلات التجاريه عده عيوب ممكن نختصرها في: الاستثمار في المحل كيحتاج راس مال كبير مقارنه مع الشقه، وخاصك تختار المحل بعنايه فائقه ودقيقه، بالخصوص الموقع تاعو حيث كيلعب دور كبير. وخاصك مشاهدي الكريم تشوف حلقه كيفاش تشري محل تجاري وشنو هما الاحتياطات اللي خاصك ترد لهم البال، واللي كتعتبر حلقه مزيانه متكامله وكنصحك ترجع ليها. العيب التالي هو: صعيب عليك تخرج الكراي تاع المحل الا كان كيخلصك، حيث كيولي عنده الحق في الكراء اللي كيعتبر احد العناصر تاع الاصل التجاري، بعد مرور سنتين من عقد الكراء الا كان كتابي، و4 سنوات الا كان عقد شفوي. واخا ما بقاش هذه الحاله حيت كلشي ولا كيبرم عقد كتابي، والا خرج لك الكراي صعيب تلقى البديل بسرعه، خصوصا الا كان الموقع ضعيف شويه، وصعيب تبيع المحل بسرعه الا بغيتي فلوسك، عكس الشقه وبالتحولات في الحي او الشارع. الرواج التجاري في المحل كيتاثر بالازمات الاقتصاديه وبالتحولات في الحي او الشارع، يعني هي الا طرا شي تشوير مغاير ديال السير في الشارع اللي فيه المحل، بحال الا غيروه ما بقاش فيه ستاسيونمون ولا ما بقاش كيجيبو يدي، بقى غير كيدي، فهنا كيأثر المحل. وهذه الحاله الاخيره هي اللي وقعت لي شخصيا، حيت شريت واحد المحل تقريبا اكثر من 10 سنوات هذه ولا 12 سنه، واحد المحل تجاري في واحد الموقع مزيان، ولكن بعد مده قليله يعني ما دازت اقل من سنه على ما اعتقد، بدلوا داك الشارع ما كيديش وما كيجيبك، يعني غير كيدي. ولاحظت واحد النقص في مردوديه ديال المحل التجاري بشكل واضح صراحه. بعد ما درنا واحد الدراسه مقارنه بين الشقه والمحل، فهنا امامك توجهين رئيسيين: هو إلا بغيتي الاستثمار الآمن المستقر وبرأس مال صغير، فعندك حل هو الاستثمار في الشقة، وصعيب عليك تزيد شقة ثانية حيث كتزيد عليك مصاريف خصوصا الضريبية، حيث كتزاد عليك هذا الشيء إلا بغيتي تستثمر كشخص ذاتي ما بغيتيش دير شركة. أما إلا بغيتي مردودية عالية وتحمل بعض المخاطر فخاصك تستثمر في المحل أو المحلات التجارية. أما في نظري أنا فخاصك تستثمر في المحل، حيت جدودنا والناس ديال سوس كيقولوا بان المحل كيدير الدار، والدار ما كديرش المحل التجاري. وخا مؤخرا مع ازدهار التجاره الالكترونيه نقص نسبيا الطلب على المحلات التجاريه، خصوصا اللي ما كايناش في المواقع الاستراتيجيه. والحل المثالي هو الاستثمار فيهم بجوج، يعني في المحل والشقه. وفي الاخير كنجدد الدعوه للمشاهدين الاعزاء باش ما يبخلوش علينا باراء وتعليقاتكم اللي غادي تفيد الصفحه او القناه باش تطور وتعمل فائده، وبلا ما نوصيكم المتابعه والبارطاج لتشجيع المحتوى الهادف.